لما عرفت الاستاذ كامل ابو علي قدم استقالته من رئاسه النادي المصري. الاستاذ كامل ابو علي يعني قدم استقالته لمحافظ بورسعيد، لمحافظ بورسعيد، وعايز يستقيل، وقال ان هو بيستقيل يعني لظروف صحيه. طبعا الاستاذ كامل ابو علي زعلان من حاجتين. اول حاجه زعلان من نتائج الفريق الفتره اللي فاتت. المصري الفتره اللي فاتت خرج من الكونفدراليه، وفي الدوري بيخسر، وخسر اخر ماتش من سيراميكا، خرج من كاس الرابطه، خرج من كاس مصر، فزعلان. وزعلان اكتر كمان ان في بعض جماهير بورسعيد بتشتمه وبتنتقده. والراجل يعني مش عايز اقول لكم، الراجل ده بيحب النادي مش انا اللي هقول، مش انا اللي هتكلم على كامل ابو علي. يعني مستر كامل ابو علي معروف حبه للنادي المصري، وقد ايه هو بيتعب عشان النادي المصري، وقد ايه بيصرف على النادي المصري مبالغ طائله. النادي المصري من الانديه الغنيه بسبب كامل ابو علي. فانا بوجه كلامي لجمهور بورسعيد، يا جماعه ما ينفعش واحد زي كامل ابو علي، ده رجل اعمال ورجل يعني بيحب بورسعيد وبيحب النادي المصري جدا، وهو رئيس النادي المصري وبيعمل حاجات كتيره على النادي المصري. ما ينفعش لما الفرقه تقع تروح شاتم كامل ابو علي. يعني ما تزعلوش مني، انا بكلم جماهير بورسعيد وجماهير النادي المصري، الفئه القليله اللي بتشتم على السوشيال ميديا. عيب، ده الراجل ده بيعمل حاجات جامده جدا. النادي المصري من غير كامل ابو علي هيعاني، صدقوني، وانتوا عارفين الكلام ده. فيعني خلي بالكم دايما، لازم الجماهير، وممكن خلي بالكم ساعات بيبقى في لجان وفي ناس بتبقى قاصده تعمل مشكله. يعني مش انا برضه بوجه كلام لمستر كامل ابو علي، مش كل الكلام اللي على السوشيال ميديا بيبقى صحيح، مش كل الشتيمه بتبقى صحيح. ممكن ان انت عندك ناس منافسين، ناس عايزين يبقوا في مجلس الاداره، ناس عايزين يبقى رئيس نادي، فبتلاقي الناس يعني بيخلوا ناس تكتب على السوشيال ميديا كلام مش مظبوط او يشتموا كامل، بس ده مش حقيقي، بتبقى دايما مش حقيقي. ان انا عارف ان جمهور النادي المصري وجمهور بورسعيد عارفين يعني ايه كامل ابو علي، وعارفين يعني ايه كامل ابو علي ما يكون رئيس النادي المصري. النادي المصري من الانديه اللي اي مدرب، اي لعيب، اي مسؤول مدير كوره، ولا اي حد في منظومه الكوره يتمنى يشتغل في النادي المصري في وجود كامل ابو علي. ان كامل ابو علي رجل بورسعيدي محب للنادي المصري، راجل عنده امكانيات ماديه وما بيبخلش على النادي المصري، بالعكس ده بيصرف. يعني النادي المصري ده السنه دي كان عليه شكاوي في الاتحاد الدولي من اللعيبه قد كده، الراجل دفع ارقام كبيره جدا. النادي المصري بيلبس احسن لبس، النادي المصري بيقعد في افضل الاماكن، النادي المصري عقود اللعيبه عاليه جدا. كل ده كامل ابو علي. فمش عارف، انا ساعات بستغرب، اقول الناس مش فاهمه يا جماعه، حد يشتم كامل ابو علي او حد يزعل كامل ابو علي؟ ممكن يبقى عنده اخطاء في الاداره، وزي كل الادارات يختار مدرب جنابه الصواب في اختيار المدرب، الدنيا ما مشيتش، لكن ده مش معناه ان انا يعني ممكن يبقى الموضوع افضل من كده. وانا بقول اتمنى ان المحافظ بورسعيد يرفض استقاله مستر كامل ابو علي. مستر كامل ابو علي عايزه ما يزعلش ان في ساعات ناس بتبقى مغرضه وبتشتم على الفاضي عشان تزهقك او تزعلك، لكن مش ده جمهور بورسعيد. جمهور بورسعيد وجمهور النادي المصري بيحبك جدا وبيقدرك جدا، وعارف دورك الكبير مع النادي المصري، وقد ايه انت بتعمل ايه للنادي المصري. فاتمنى ان الدنيا يعني مستر كامل يكمل في النادي المصري خلال الفتره القادمه ان شاء الله. طيب.